السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ انا عارفة ان احنا اتأخرنا في الوصية السادسة ان احنا ننزلها، بس معلش كان عندي ظروف والله. لكن جايين النهاردة هنتكلم عن الوصية السادسة. اخدنا 5 وصايا وهنتكلم النهاردة عن السادسة، واتمنى ان كل وصية اكون بنزلها انتوا بتطبقوها، لان انا كمان بطبقها معاكم. اي وصية انا بنزلها انا باخدها عندي يوميا، والوصية الأولى معايا، التانية معايا، التالتة معايا، وهكذا بمشي بالوصايا. ممكن نفلت يوم مش مشكلة، بس أهم حاجة نرجع نستمر تاني. هنتكلم عن الوصية السادسة النهاردة، والوصية السادسة هي تقريبا من أفضل أبواب الرزق، ألا وهي فضل الصدقة. طبعا الفترة اللي فاتت كان في ترند عن الدكتور اللي قال إن هو راح عمل عمرة بفضل الصلاة على رسول الله، وإن هو تصدق بمبلغ كبير، تقريبا كان آخر مبلغ معاه. فدي من أفضل أبواب الرزق الصدقة. الصدقة بتعمل ايه وفضلها ايه؟ الصدقة بتطفئ غضب الرب. لو عندك ذنب بتخلي ان ربنا يديم ستره عليك. لو عندك ضيق في الرزق، ضيق خالص، مش قادر، والرزق مفيش، والرزق مش جاي، وحاسس ان انت بتسعى والرزق بتاعك مفهوش بركة وقليل، تصدق. لو اخر 100 جنيه في جيبك تصدق بيها، هيجيلك 1000 جنيه. الله يضاعف لمن يشاء. فالصدقة وفضل الصدقة بتيجي بخيرها، ودي حاجة أنا مجرباها وناس كتير جدا مجرباها. إني لما تبقى الدنيا متعسرة خالص معايا، أول حاجة بعملها بفكر فيها إني أنا لازم أتصدق عشان خاطر الضيق اللي أنا فيه يروح. فعايزين ربنا يغفر لنا، صدقة. عايزين ندخل من أحب الأبواب إلى الله، صدقة. عايزين زيادة في الرزق، صدقة. أي حاجة تشوف أمورك فيها مش ماشية، تصدق. ودي حاجة والله وبالله وتالله متجربة، وهتعود بنفعها عليك عاجلا غير آجل. أنا بقولك أهو، عاجلا غير آجل. تمام. فهناخد أول حديث معانا، وأول حديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسلم في سفر، فذكر الحديث إلى أن قال فيه، ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيقول: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت لكم أبواب الخير إيه هي؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، الصوم لله هو اللي بيجازي بيه، والصدقة تطفئ الخطيئة. أي ذنب خايف إن أنت تتفضح فيه، تشال ستر ربنا عنك، روح تصدق. كما يطفئ الماء النار. فضل الصدقة عظيمة. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. يعني الصدقة اللي انت بتصدقها دلوقتي ربنا مش هيجازيك بيها في الدنيا بس، لا، ده يوم القيامة كمان موجودة ليك أعدالك. عندك حد غالي عليك، عندك حد عزيز عليك متوفى يعني. احنا دلوقتي والله هدينا مش حاملين الحر، احنا الأحياء مش حاملين الحر، فما بالك بأهل القبور. ربنا يجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم أمين. فعندك حد غالي عليك انتقل لرحمة الله، تصدق. صدقة هو أحوج ما يكون. كل ما تحس إنك حران ومش طايق الحر، افتكر بقى اللي في القبور هيعملوا إيه. لا، أتصدق عن فلان. مش لازم يكون ليك حد على فكرة في القبر عشان تتصدق عنه. ممكن تتصدق عن المؤمنين بنية إن أنت بتتصدق عن المؤمنين اللي في القبور كلهم، وهيحتسب ليك بكل مؤمن صدقة. يعني لو من يوم ما خلق الله آدم إلى يومنا هذا، لو بتتصدق ب10 جنيه، بجنيه، ب100 جنيه، ب1000 جنيه، بكل ما يسر لك وبكل اللي ربنا بيقدره عليك، بنية المؤمنين في القبور، الله ليك بكل مؤمن صدقة، وبكل مؤمن حسنة، وبكل مؤمن درجة يرفعك ربنا بيها. في حديث تاني عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أفتنا عن الصدقة. فقال: إنها حجاب من النار، اللهم أجرنا منها وارزقنا الفردوس الأعلى بلا سابقة حساب ولا عذاب، اللهم أمين. لأن احنا مش حمل النار بصراحة، ولا حمل جهنم، ولا حمل إن احنا نقف نتحاسب. يعني عايزين بفضل وكرمه. إنها حجاب من النار لمن احتسبها يبتغي بها وجه الله عز وجل.
يعني مش عايزين فيها رياء، يعني ما اروحش اتصدق عشان فلان يشوفني بتصدق فيقول ايه ده انت بتصدق ومش عارفه إيه. لا لا، الأعمال الخالصة لوجه الله ترفع المؤمن. الأعمال الخالصة لوجهك انت قدام الناس اقسم بالله تخسف بيك 70 خريفا في الأرض. فاحنا عايزين وجه الله يا جماعة، احنا عايزين نشوف، عايزين حبيبنا رسول الله يفرح بينا، عايزين أهلنا في القبور يبقوا في نعيم، وربنا يعفو عنهم ويغفر لهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم آمين. فالصدقة باب من أبواب الرزق، الصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة حجاب ليك من النار، فتصدقوا. واحنا في أحوج الأيام إن الواحد يتصدق فيها، أحوج ما يكون إن احنا نتصدق الأيام دي، لأن حرفيا أيام فيها فقر، فيها غلاء، فيها ضيق، فيها أقرب ما يكون يعني الاكتئاب، النفوس مش مستريح، الناس بتسعى واللي بتسعى وبتاخده ما بيجيب لهاش حاجة، ما بيقعدش عليها بحاجة دلوقتي. فاحنا أحوج ما نكون للصدقة، وأحوج ما يكون الفقراء في الأرض الأغنياء عند الله أحوج ما يكونوا للصدقة. وفي ناس احنا نعرفها تحسبهم أغنياء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا يسألون الناس إلحافا. دول انت لما تروح تديهم الصدقة مستورين بفضل ربنا. لكن نعمل ايه؟ ممكن نروح زيارة، جايين نرحب بفلان، فلان مراته وضعت، فلان بنته هتتجوز، دي كلها صدقة، دي كلها صدقة. اعملها واحتسبها عند ربنا وما تستناش مردودها من البني ادمين. اياك ثم اياك ثم اياك تدي حاجة لحد وتنتظر مردودها من الشخص ده، انتظر مردودها من رب العالمين، والله يضاعف لمن يشاء. وانا قاعدة وانتوا قاعدين وهفكركم يعني بان الصدقة بترفع المؤمن أو درجات، مراحل. انا سبت شغل ومسكت شغل جديد بالصدقة والله العظيم بالصدقة، اتقفل لي باب واتفتح لي باب بالصدقة. فإياكم ثم إياكم ثم إياكم تنتظروا المردود من الخلق، المردود من الخالق، والله يضاعف لمن يشاء. تصدق مش بس للموجودين في الشوارع اللي بيسألون، لا، في ناس موجودة في البيوت وما بتسألش وهي أحوج ما يكون للصدقة. فكده خلص فيديو النهاردة، ما تنسوش تصلوا على النبي، ما تنسوش تدعوا لأمتنا الإسلامية المغلوبة على أمرها في الأرض. يلا خلص فيديو النهاردة، والقاكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.